السلام عليكم يا احلى بنات واجمل ستات في الدنيا كلها. خليني اقولك ان احنا داخلين على موسم دراسة، وربنا يعيننا جميعا على ولادنا ويطلعوا كده ونشوفهم احسن ناس واحسن حاجة في الدنيا كلها. مين فينا ما بيتمناش ان ولاده يكونوا احسن حد في الدنيا كلها ويكونوا احسن منه كمان؟ النهاردة ان شاء الله الفيديو مليان تدبير وتوفير وحاجات اقتصادية كمان تقدري. احنا داخل علينا موسم مدارس. تعالي كده هنشوف هنعمل ايه النهارده في الروتين بتاعنا، وكمان هقولك على شويه افكار كده اقتصاديه وحلوه قوي ومدبره لكل ست بيت وكل بنت كده داخله على مرحله دراسه. في افكار السندوتشات وافكار المدارس وافكار الميزانيه اللي بتبقى عاليه قوي في ايام المدارس، ازاي هنقتصد فيها وازاي كمان هنحوش منها وازاي هنعدي الازمه دي على خير باذن الله، وتبقى كمان اسهل حاجه في حياتنا الدراسيه ان شاء الله. يبقى الموسم عدى علينا كده بكل خير وتدبير وتوفير وكمان افكار اقتصاديه حلوه قوي. يلا بينا نسمي الله. لكل ست بيت بتحاول تدور على ازاي توفر وتدبر من ميزانيتها عشان تعدي أزمة موسم المدارس دي على خير. الفيديو ده ليكي. هقولك النهاردة على شوية أفكار للتوفير والتدبير من ميزانية البيت، وكمان شوية أفكار اقتصادية لسندوتشات العيال عشان يبقوا كمان شبعانين وواقفين في المدرسة ويبقوا كده مبسوطين بالسندوتشات اللي انت عاملاهم بأقل الإمكانيات، وسندوتشات اقتصادية ومشبعة ومغذية. ده أهم شيء اللي أنا بدور عليه، إن هي تكون مغذية للأولاد، مش حاجات كده اللي هي الأكل اللي من بره والحشوات اللي هي زي البانيه المصنعات والشركات والحاجات دي. لا، احنا هنعمل اجمل وصفات في البيت اقتصادية. وهقولك على شوية افكار مع كده الروتين بتاعي اليومي النهاردة، ان انا نزلت اتسوقت وطبعا نظفت المطبخ ونظفت كده الصالة ورتبتها، وكمان غسلت شوية سجاد وظبطت الدنيا كده، وعملت كمان اكلة غدوة اقتصادية كده في يومي جميلة قوي بربع كيلو لحمة. عملت اكلة اقتصادية تحفة كمان كفتني يومين مع شوية الافكار النهاردة اللي هتاخديهم مني. اتمنى كده تدعميني بلايك، واتمنى تشتركي بالقناة اذا اول مرة بتشوفي قناتي، وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني اي فيديو جديد بنزله، وما تستخسريش فيا اللايك اذا الفيديو عجبك. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. واول فكرة معايا هي النهارده في السندوتشات الاقتصادية، هي انك تدبري كده المنيو بتاعك بتاع الاسبوع. زي ما بتعملي المنيو الاكل الاقتصادي بتاعك طول الاسبوع، انت كمان تحددي منيو معين لسندوتشات الولاد طول الاسبوع. ممكن كده افكار اقتصادية تجهزيها من بالليل، زي الحشوات اللي هتعمليها في السندوتشات، او لو بتعملي لهم عيش في البيت اعملي، او لو بتجيبي العيش بتاع الفرن البلدي، العيش الاسمر بتاعنا ده المفيد اللي كله رده ومفيد جدا ومغذي للولاد، بدل العيش اللي كله جلوتين زي الفينو وزي القرص وزي الباتيه والحاجات المعجنات اللي من بره دي. افضل العيش الفرن دوت البلدي افضل مليون مره للولاد ولصحه الولاد. طبعا ما فيش مانع ان الولاد يوم في الاسبوع كده يجي لهم فينو ويجي لهم باتيه ويجي لهم الحاجات دي، وممكن كمان تعمليها في البيت برضو بتوفر عليكي كتير. انك تديها لهم في اللانش بوكس بتاعهم. ممكن تعملي حشوة اقتصادية زي الجبنة القريش دي، بتعمليها كده سلطة جبنة، او ممكن تعمليها جبنة كيري، او ممكن في الخلاط مع شوية لبن صغيرين. وممكن كمان تعمليها بطريقة الجبنة المطبوخة، زي بجيب كده 3-4 قرون فلفل احمر من اللي هو الحلو، وبجيب فصين توم وشوية زيت زيتون عليهم وبدخلهم الفرن يتشووا، وبعد كده بسيبهم يبردوا، وبعد كده بجيب الجبنة القريش احطها في الكبة او في الخلاط عندي وانزل عليها بالفلفل الاحمر ده. حابة تشيل القشرة بتاعته شيليها، انا بسيبهم زي ما هما كده. وفصين التوم بشيل القشرة من عليهم واهرسهم احطهم في قلب الخلاط، وشوية ملح وشوية كمون وشوية زيت زيتون، وبضربهم مع بعض وبعبيهم في علبة وبسحب منها طول الاسبوع للسندوتشات، مع خيارايه متقطعة، جزرايه متقطعة. الحاجات دي مفيدة جدا 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 للولاد يا جماعة، ما تستهونوش بالخضار. هنا دي كده تسويقة السوق معاكو. انا هنا بعرض المشتريات بتاعتي الاسبوعية او كل 10 ايام، يعني على حسب ما مشوني الاسبوع الحمد لله، مشوني ال10 ايام يبقى خير وبركة وبرضو الحمد لله، وبنزل اتسوق مرة تانية. ربنا يا رب يديم عليكم الصحة والعافية ويديمها عليا، اللهم امين يا رب العالمين. وستر بيوتنا دي من افضل الحاجات انك
انك تبقي ست بيت مدبرة وموفرة وسترة بيتك ومش محتاجة لحد، الحمد لله رب العالمين، وما بتمديش ايدك تاخدي من حد حاجة. دي نعمة كبيرة قوي، ربنا يديمها نعمة يا رب العالمين علينا وعليكم، اللهم امين. ممكن كمان تعملي للولاد سندوتشات فول بالطحينة كده مع ليمون، مع شوية سلطة كده، خيار طبعا من غير مية، يعني خيار وطماطم كده مقطعاهم سلايز او شرايح وتحطيهم في السندوتشات، حاجة مفيدة جدا. وممكن كمان تعملي لهم بيض مسلوق مع سلطة البطاطس، وتهرسيهم كويس مع بعض وتقدميهم كده في سندوتشات برضو، وتعملي لهم شوية طماطم وشوية خضار في قلب اللانش بوكس. دي حاجة مفيدة جدا وحاجة مغذية للولاد. ممكن كمان تجيبي السمسم وتطحنيه في القلب الكبة وتعمله لهم سندوتشات، ده بقى يا سلام ما شاء الله اللهم بارك، بيدي فيتامين عالي وكالسيوم وحاجات كده للعظم، اللهم صل على النبي، فيتامينات تقوية لجسم ولادك تحفة جدا، اللي هي عبارة عن دقة بس. بتجيبي لهم السمسم ده تكتريه وتطحنيه كده، تحمصيه على النار وتطحنيه وترشي عليهم شوية ملح صغيرين وشوية كمون، ودوقي احلى سندوتشات مليانة بالغذاء وفيتامين د وكالسيوم لولادك. مع ممكن كمان تعملوا لهم البلح ما شاء الله مالي السوق دلوقتي، تعمله لهم بمعلقه سمنه بلدي كده، وتعمل الاسمر اللي هو الرطب دوت، وتعمله لهم على معلقه سمنه بلدي وتحطيه في السندوتشات، يبقى حاجه كده مغذيه برضو وفيتامينات عاليه للولاد، وحاجه كده ما شاء الله تحفه وموفره جدا جدا في سندوتشات. وكفايه ان انت بتاكلي ولادك انت عارفه بتاكليهم ايه، وحاجه نظافه كده وحاجه جميله جدا. وممكن كمان سندوتشات الفول دي تجيبي الفول كل اسبوع او كل 15 يوم وتدمسيه حضرتك في البيت مع شوية عدس اصفر، مع بصلاية، مع طماطمية، مع فصين توم، مع نص معلقة كركم، مع نص ليمونة، وتحطيهم على النار. وممكن كمان تضيفي له الفول المدشوش بيبقى تحفة جدا، وتحطيهم على النار مع ميه مغليه، كل ما يعوز ميه مغليه تزودي له لحد ما يستوي معاكي ويبقى زبده. ما شاء الله بتاكلي احلى شويه فول متدمس في البيت، انضف واحسن 100,000 مره من اللي من بره. هنا كده انا غسلت الخضار بتاعي معاكم وسايباه ينشف كده على الرخامه، لان انا ما بحطش خضار في التلاجة غير ان هو يكون مغسول، ما بحطوش كده بالاكياس واحطها. بصراحه الولاد متعودين عندي على كده، ان انا بجيب الخضار اغسله، حد فيهم محتاج طماطمايه، خيارايه، قرن فلفل، ليمونايه، بيلاقوها مغسوله وزي الفل بيقطعوها وياكلوها بالهنا والشفا على قلبهم، بتبقى حاجة مضمونة. احسن جدا من ان انا اجيب الخضار واسيبه كده باكياسه في التلاجة، بيبوظ وبيرطب وبيبقى وحش، والاكياس بتعرق مية والخضار بيضرب معاكي في التلاجة وما بيبقاش حلو خالص. انما الطريقة دي انا بجففه كمان بعد ما اغسله زي ما انتم شايفين كده، بسيبه لما ينشف خالص وبعدين ارصه في اطباق ناشفة وادخله التلاجة على رف التلاجة، وبغطيه بفوطة ناشفة كمان من فوق عشان ما يتبلش معايا. بيفضل ما شاء الله ممكن بيقعد معايا بالعشر ايام وال15 يوم، اقسم بالله العظيم ما بيحصل له اي حاجة، بيبقى زي الفل. حاولي اذا تلاجتك اعملي فيها العملة دي وشوفي كده، جربي في شوية خضار صغيرين قعديهم معاكي اسبوع. وهنا كده كنت بعمل معاكم كوباية القهوة بقى الجميلة اللي بعد تعب اليوم كله والتسويق والخضار والغسيل والمواعين والدنيا دي، بعمل معاكم كوباية القهوة كده نشربها مع بعض، وبرضو نكمل بقية الافكار الاقتصادية معانا. الفكرة اللي بعد كده هي ان لو عندك اكل بايت من قبلها بيوم، مثلا عندك صدر فرخة في التلاجة كنت شوياه، عندك شوية شاورما عاملاهم مبقيين من الغدا، عندك بطاطسية كده هتحمريها جنبهم وتعملي لهم احلى واجمل سندوتشات وانضف سندوتشات في البيت، مع شوية كاتشب كده انت عاملاهم في البيت، او ممكن تجيبي لهم كيس كاتشب عادي ما يضرش بقى من بره، ما جراش حاجة، وهيبقى احلى سندوتشات انت عاملاها لاولادك بايدك كده الجميلة ونظافة، بدل ما تجيب لهم من بره. السندوتشات دي مكلفة جدا من بره، وكمان بصراحة ما بضمنهاش. ممكن عندك شوية كبدة معمولين كده قبلها بيوم مبقيين بقى معلقة ولا معلقتين في طبق، ممكن تزود لهم جنب سندوتش بطاطس مهروسة وطماطميتين كده متقطعين، خيارايه، جزرايه، قرن فلفل. الحاجات دي مشبعة جدا للولاد وبتدي قيمة غذائية. ممكن كمان اذا جايبة فاكهة من فاكهة الاسبوع تقطعي لهم في اللانش بوكس تفاحية، ما جراش حاجة. ممكن تقطعي لهم، بس طبعا تقطعيها قطع كبيرة عشان فايدتها وفيتاميناتها ما تروحش. ممكن تحط لهم كام بلحية كده ياكلوهم، حاجة مسكرة كده تديهم طاقة وتديهم غذاء وتديهم كده نشاط للذهني ونشاط للعقل بتاعهم وهم في المدرسة.
هنا كده انا بوريكم منظر الصورة عندي، عشان انا لميت السجاد كده وهنزله ان شاء الله يتغسل. يا رب كده يكون الفيديو لحد هنا كده عجبكم، واتمنى تدعموني بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان على كلمة الكل. وكمان ممكن تستغلي فلوس المقرمشات اللي بتجيبيها من بره، او اللب او التسالي او الحاجات الغالية، الشيبسيات بقى والاندومي والكراتيهات والحاجات اللي هي اساسا يعني ربنا يحفظنا يا رب ويحفظ ولادنا منها. ممكن تستغلي بالحاجات دي، وممكن تجيبي لهم شوية فشار انت تعمليه لهم بمعلقة زيت كده وتحطه لهم في اللانش بوكس. ممكن كمان تعملي لهم شوية مقرمشات كده، بطاطس كده مقلية مثلا، اي نعم من بطاطس مقلية ممكن كمان تحطيها في الفرن، مش لازم تقليها في الزيت، وتعمليها كده زي البطاطس الودز اللي هي بالتوابل وشوية رشة زيت زيتون عليها، وتحطيها في الفرن بتبقى تحفة جدا، وتحطها لهم في اللانش بوكس. ممكن كمان تعملي لهم كيكات في البيت، يعني صينيه كيكه كده حلوه. ممكن كمان تعملي لهم بيتزا، ميني بيتزا في البيت. ممكن تعملي لهم سندوتشات بيتزا، يعني سندوتشات شاورما كده على شكل بيتزا من جوه محشيه، وتحط لهم فيها جبنه موتزاريلا. الحاجات دي بتفرق مع الولاد جدا في المدرسه، بيحبوها وبيحبوا الوجبات اللي هي السهلة السريعة دي. انا بقولك الافكار دي، يا رب يكون الافكار دي عجبتكم، ويا رب يكون الفيديو كده عجبكم وخدتوا منه ولو شوية افكار صغيرة. انا عارفة ان كلنا شاطرين، بس بنحاول نذكر بعض وندبر بعض كده. لو عندك افكار انت حلوة اتمنى تكتبيها لي برضو في التعليقات. ممكن اخد منكم الافكار دي برضو، لو انا مش بعملها واعملها وانفذها معايا تمشيني الدنيا برضو. وانتوا كمان لو الافكار بتاعتي عجبتكم ممكن تاخدوها وتستفادوا بيها. وده كده الغدا بتاعي كان عبارة عن شوية رز حباية وحباية وطبق سلطة خضراء، وعملت طاجن كده من الخضار السوتيه وبربع كيلو لحمة كده، حاجة كده تحفة وتفتح النفس، حاجة اللهم بارك، حلوة قوي ووجبة اقتصادية ومشبعة جدا، وما شاء الله اكلت معايا يومين، يعني قعدت معايا يومين، كانت حاجة حلوة جدا. وبكده نكون عملنا روتين بسيط للتوفير والتدبير في موسم الدراسة، وشاركت كمان معاكم افكار اقتصادية لسندوتشات المدرسة واللانش بوكس مغذية جدا للولاد. جربوا الافكار دي للسندوتشات، وشاركوني رأيكم في التعليقات، ايه اكتر سندوتش ابنك او بنتك بيحبه، واكتبوه لي في التعليقات. وما تنسيش تصلي على النبي كده في التعليقات وتذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وما تنسيش تعملي شير للخير لاي واحده صاحبتك، عيلتك، مامتك، حبايب قلبك كده، ابعت لهم الفيديو شير عشان يستفادوا والكل يستفاد. وما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي بالقناه وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد وحصري. مع الف مليون سلامه، هتوحشوني. يوميات دودي.